لو عايز تعرف ايه هي افضل افلام الاثاره والمطاردات والمعارك اللي مش بتخلص، الفيديو ده علشانك. النهارده انا جايب لك اقوى 10 افلام اكشن نازلين يكسروا السينما في سنه 2026. انا مصطفى روبي ودي قناه رشح لي فيلم، ومن غير تضييع وقت يلا بينا نبدا. رقم 10 هوب. اكتشاف مرعب بيحصل في بلد ساحلية معزولة وبيحول الحياة اليومية الهادية لكابوس حي. مع انتشار الخوف وبداية الفوضى في كل مكان، سكان البلد بيلاقوا نفسهم مجبرين يدخلوا في معركة يأسى من أجل البقاء، معركة ضد شيء مجهول تماما وغامض. الشيء اللي وصل للبلد ده ما كانش المفروض حد يلاقيه أو يصحيه من الأساس. فيلم أكشن وغموض هيحبس أنفاسك. رقم 9 كارولينا كارولين. بنت شابة بتقرر تهرب مع نصاب محترف وبتتدبس معاه في حياة خطيرة كلها جريمة وهروب مستمر من الشرطة، وهم سايبين وراهم الفوضى والجرائم في كل محطة بيقفوا فيها. أثناء سفرهم في الجنوب الشرقي بيدوروا على والدتها المنفصلة عنها، بس كل ما بيغطسوا أكتر في العالم ده كل ما بيبقى الهروب من ماضيهم شبه مستحيل. الأكشن هنا سريع ومبني على المطاردات. Do more? What about banks? Everybody listen up! Come on, open that drawer! Hey, I said don't move! Drop it now! You wanna make a bet with me? I'll do anything with you. رقم 8 ذا دوج ستارز. في عالم ما بعد النهاية، بعد ما فيروس قاتل ومميت قضى على معظم البشرية، الناجين الباقيين بيحاولوا بالعافية يتعايشوا ويحاربوا ضد جماعات من اللصوص والمجرمين المعروفين باسم الريبرز أو الحاصدين. بنشوف هيج، طيار نجا من المرض ده بس خسر مراته، بيفضل متمسك بالامل في عالم مكسور وضايع، ومقتنع ان اكيد في مكان ما في حاجه افضل من الجحيم اللي هم عايشين فيه ده. فيلم اكشن وبقاء بانتاج ضخم واجواء سوداويه. And everyone else. There's gotta be something better than this. The dream. We have to stay alive. It's a lot of faith to keep searching. رقم 7 ذا فيوريوس. لما بنته بتتخطف، الاب ده بيقرر يفك السلاسل للوحش اللي جواه ويطلع كل اسلحته عشان يرجعها، ومع وجود اعداء ما بيعرفوش الرحمه واقفين في طريقه، المهمه بتتحول بسرعه لمعركه دمويه وما فيهاش تراجع. ده مش مجرد فيلم انتقام تقليدي يا جماعه، ده معركه ما فيش اي اب في العالم مستعد يخسرها. توقع كميه فنون قتاليه وتكسير عظم ليفل عالي جدا. Might still be alive. رقم 6 يونج واشنطن. قبل ما يقود أمة بالكامل ويتحول لرئيس، جورج واشنطن كان مجرد عسكري شاب اترمى فجأة في وسط صراع عالمي طاحن، ومع انهيار التحالفات والحروب اللي بتقرب وتخنق مكانه بيبقى مجبر يختار يثق في مين ويواجه القائد اللي المفروض يتحول ليه في المستقبل. الفيلم بيوريك كواليس المعارك التاريخية بس بطابع أكشن حركي سريع، والصراع بين الفرنسيين والإنجليز على الأرض، معارك ضخمة هتمتع عينك في السينما. Much of that territory is unexplored. What are you called? George Washington.
Whose fort is that? It's the French. And land claimed by the British Crown. Demand the French leave. These are not the open battlefields to which... If you fail, I'll have a colonial to blame. This is a direct order, and we will obey it! You lost. George, there's no fairness here. That is not the way the world works! Forward! رقم 5 كيوتي فيرسس أكمي. جوه مخازن شركة أكمي الأسطورية، الفوضى أخيرا بتتحول لخطة انتقام ذكية. الشخصية الكلاسيكية الكرتونية اللي كلنا عارفينها بتاخد خطوة جادة وقانونية وضربة ضد الشركة اللي كانت سبب في كل فشل وإصاباته زمان. توقعوا كمية إبداع مجنونة وكوميديا سريعة وتويستات غير متوقعة بالمرة في الخلطة دي بين الأكشن والأنيميشن والواقع. We all know who's responsible, and all of his injuries are self-inflicted. This is your opportunity to really show people what you're capable of. Me, act you! Nothing to see here. These companies think they can do whatever they want. We're sick of it. We really have nothing. We both know it would be very unpleasant if anything bigger were to become public. What is up, Doc? رقم 4 موانا. النسخة الحية من فيلم ديزني الشهير والمحبوب اللي نزل في 2016 بترجع عشان تخلي مغامرة المحيط الملحمية حقيقة قدام عينك. بنتابع موانا وهي بتسافر بين البحار الشاسعة والمخيفة وبتكتشف قدرها الحقيقي وبتستجمع الشجاعة اللي بتخليها بطلة حقيقية لقبيلتها. وطبعا مع وجود ماوي إله الرياح والبحر اللي هيقوم بدوره ذا روك، أكشن خيالي ومغامرة بصرية ممتعة لكل الأعمار. Maui, demigod of the wind and sea. Hero of men. Ah, women. Women too. Men and women. Thank you. You're welcome. Listen, princess, if you're gonna do this, you gotta go through a whole ocean of bat. رقم 3 ذا ديث اوف روبن هود. القصة الأسطورية للخارج عن القانون الشهير، بس المرة دي بنشوف الفصل الأخير في حياته. روبن هود طالع هنا راجل مصاب مطارد ومحاصر من كل حتة، وبتجيله فرصة أخيرة للتكفير عن ذنوبه، بس في أساطير ما بتختفيش بهدوء والموضوع دايما بينتهي بالدم والمواجهات الدموية. الفيلم واخد طابع سوداوي وواقعي جدا عن قصة روبن هود الكلاسيكية. About blood. I am the outlaw, Robin Hood. رقم 2 رانر. مندوب شحن بيبقى قدامه 3 ساعات بس عشان ينقل كبد لإنقاذ حياة طفلة من مدينة بريسبان للجولد كوست. كل ثانية بتعدي ب8 حياة، والفشل هنا مش اختيار متاح. الفيلم عبارة عن مطاردات عربيات وجري وحبس أنفاس من أول دقيقة لآخر دقيقة. الفيلم مش هيديك فرصة تاخد نفسك. Go, go, go! Just tucking your shoes. I'm tucking my shirt. You're covered in blood. رقم 1 بادلاند رايزنج. الموضوع بيبدأ بمجرد سكة سفر عادية وعربية مروحة البيت، بس السكة دي بتتحول بسرعة لكابوس حي. رجل عادي جدا بيبقى مطارد من 2 مجرمين غيلان ما بيعرفوش الرحمة، وبيلاقي نفسه مجبر يدخل في معركة دموية من أجل البقاء، وما عندوش أي مكان يهرب فيه، وبيتحول كل كيلومتر بيعديه على الطريق لخطر أكبر وألعن من اللي قبله. الفيلم داخل فيه كمان حتة غموض وفانتازيا مع الحوارات المريبة، خلطة أكشن وتشويق سريعة جدا ومش هتحس بالوقت معاها. Theories. Who is this fucking guy? ودي كانت نهاية أول جزء من فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واستنى الجزء التاني من أفضل أفلام الأكشن اللي هتنزل في سنة 2026، وما تنساش تشترك في القناة عشان يجيلك أفضل ترشيحات الأفلام أول بأول. أشوفكوا على خير.